كم بيضة تاكل في الأسبوع؟ في وايد كلام على هالموضوع، تاكل كل يوم، تاكل مرتين في الأسبوع، 3 مرات. أول شيء البيض عنصر غذائي رائع، في كثير بروتينات، مضادات أكسدة، مجموعة كبيرة من الفيتامينات، في K2 اللي هو يعطونا مع فيتامين د للامتصاص، وفي مضادات أكسدة، مضادات سرطان، عنصر رائع. لكن كم بيضة تاكل في اليوم؟ أول كانوا يقولون كل مرتين 3 في الأسبوع لأنه يرفع الكوليسترول. في الواقع صحيح، البيض قد يرفع الكوليسترول عند البعض، لكن الكوليسترول يرفعه هو الكوليسترول الجيد. في حالة أكل البيض بكميات كبيرة، الجسم اصلا ترى يفرز كوليسترول على فكره، فيقلل افرازه لانه ناخذه عن طريق البيض. فاذا ارتفع كوليسترولك من البيض مش هو السبب، وانما السبب انت في اشياء ثانيه قاعد تخبص فيها. جمعيه القلب الامريكيه تقول ان بيضتين في اليوم كل يوم يعتبر خيار صحي وجيد، ويقلل حتى من الجلطات القلبيه والدماغيه، لكن ممكن تاكل الى 4 بيضات في اليوم. والاطفال لازم ياكلون بيض لان فيه اوميجا ومهم جدا للدماغ. طبعا انا اتكلم على البيض الصحي، البيض المسلوق او المفور، او ممكن تقليه بشويه زيت حيواني او زيت زيتون. لكن اذا انت تاكل بيض، جبن، شيبس، دقوس، براتا، كرك، هذا جوك بيض يعني.